السلام عليكم ورحمة الله. هو في حاجة اسمها Math Prompt Engineering؟ أيوة، طالما أنت بتتعلم إزاي تكتب للموديل يبقى أنت بتتعلم Prompt Engineering. وأما Math Prompt Engineering فده مصطلح أنا اخترعته، لأن فعلا سؤالك للموديل إنه يحل مسألة ده فن بتتعلمه مع الوقت والخبرة، وممكن كمان يكون السبب إنه يحل المسألة صح. وتعالوا نعرف مع بعض إيه الصيغ أو الطرق المختلفة اللي ممكن أسأل بيها ال Large Language Model عن حل مسائل الماث. دي مسألة بسيطة موجودة عندي. المسألة دي geometry، عندي right angle triangle وعايز اجيب الاريا بتاعت التراينجل ده، والاجابة هتكون 30. تعالوا بقى نسأل تشات جي بي تي بأكتر من طريقة عشان يحل المسألة البسيطة دي. أول طريقة هقول له المسألة على طول. طبعا أنا بسأل موديل أدفانسد اللي هو 4O، فابتدي يمشي بستبس. أول ستيب identifying the type of triangle، وطلع هنا right angle. تاني ستيب يبتدي يحسب الاريا، ودي بتساوي نص البيز في الهايت، وجاب لي النتيجة اللي هي 30. خلي بالك مش كل المودلز بتمشي بنفس الطريقة دي، وهنشوف كمان شوية. تاني صيغة إن أنا بقوله دلوقتي solve the next problem step by step، وأدوس enter. قريب من النتيجة الأولانية. تعال نشوف موديل تاني كده نديله نفس المسألة دي، وأنا هشغل رياكتور اي اي، ودي ابلكيشن أنا عملتها بتكونكت على اولاما، موجودة على ويندوز واب ستور، والابلكيشن مجانا تماما. هعمل هنا نيو سيشن، هكتب problems، هديله نفس البرومبت دي اللي هي الماث بروبلم بس. هختار مثلا كوين، هختار كوين كودر 7B، واشوف كده هيرد عليا يقول لي ايه. تمام، طلعها صح مظبوط، بس بطريقه مش مرتبه، مش زي طبعا شات جي بي تي. هختار هنا نو هيستوري عشان ما يفتكرش الرسائل اللي فاتت، وده اوبشن موجود في البرنامج. هاخد نفس ده كوبي، وهنا اقول له solve the next problem step by step. لو تلاحظ ابتدى يبقى مرتب، بيكتب دلوقتي خطوة خطوة لغاية ما طلعه ب30. خلي بالك هنا استخدم طريقة تانية، دي اسمها هيرونز فورمولا. المهم طلعها مظبوط، ده كلام جميل. تعالى بقى تالت برومبت هكتبها له. تعالى بقى نخليهم سايد باي سايد. هنا على اليمين رياكتور اي اي، بشغل اولاما، وهنا المودلز بتاعتي، وهنا تشات جي بي تي. تعالى نسأله تالت طريقة. To solve the next problem do the following. رقم واحد understand the problem. رقم اتنين classify the problem. واديله مثال عشان افهمه انا عايز ايه، يعني مثلا هي algebra ولا geometry ولا مثلا number theory، وهكذا. رقم 3 write the givens. اكتب المعطيات اللي في المسألة دي. then solve it. حلها بعد كده، واديله المسألة اللي هي المسألة دي، واخد نفس الكلام ده كده، وادوس انتر هنا، وهنا ادوس انتر برضو.
ابتدى دلوقتي يكتب understand classify الجيفنز ايه، بعد كده يبتدي يحل مسألة. بعد كده classification قال لي دي عبارة عن geometry، ايه هي المعطيات، بعد كده يبتدي يحل مسألة. ملاحظ هنا الدنيا بقت مرتبة اكتر. هنا نفس الكلام understand classify وقال لي نوعها ايه write the givens، وبعدين ابتدى يحل المسألة. يبقى انت بتقوله دلوقتي يمشي ازاي، ايه الخطوات اللي يمشيها عشان يحل المسألة. خلي بالك المسألة دي بسيطة، ماشي، هنحل بعد كده مسألة صعبة، لكن انا بوريك الستبس او البرومتس اللي ممكن تكتبها بطرق مختلفة. هنكتب نفس السؤال، هنكتب هنا بعد understand. ساعات في مسائل بتكون الصيغة بتاعتها صعبة، هقول له rephrase the problem in simple math terms. عيد صياغتها مرة تانية بطريقة رياضية سهلة بسيطة، ودي بتخليه يفهم المسألة أكتر. هاخد الكلام ده برضه هنا copy وهنا paste واشغل هنا واشغل هنا. هنا ابتدى يكتبها بصيغة يفهمها أكتر، ودي كده أنا بأكد عليه يفهم المسألة بطريقة أحسن من كده، لأن في مسائل معقدة صعبة. فهنا بيكتب الحاجات المعطيات وإيه المطلوب من المسألة، إيه الجول من المسألة. بعد كده الكلاسيفيكيشن، بعد كده الجيفنز، وبعد كده يبتدي يحل مسألة، وفي الآخر الفاينل أنسر. هنا نفس الكلام، أنت كده خليته إنسان مرتب. تمام. من الحاجات اللي هتفيد برضو في المسائل الصعبة، هنكتب نفس دي وهزود هنا حاجة بعد classification، أو خليها هنا بعد ما يكتب الجيفنز هقول له write a draft plan to solve. اكتب لي الأول هتعمل إيه، اكتب الخطوات الأول قبل ما تبتدي تحل، وبعدين ابتدي اعمل لها solve. هناخد برضو دي كده copy وهنا برضو وادوس انتر وادوس انتر. هنا البلان دي الدرافت بلان، وكان في بيبر اصلا اسمها COD Chain of Drafts، بتقول الموديل يبتدي يكتب درافت الاول قبل ما يبتدي يحل مسألة او يبتدي يفكر في لوجيك معين او يعمل ريزونينج، ودي بتخليه يفهم اكتر هو هيعمل ايه وايه الستبس اللي هيمشي عليها. بعد كده يبتدي يفولو الستبس دي عشان يحل المسألة. هنا الدرافت بلان برضو ايه الخطوات اللي هيعملها، بعدين هنا السولوشن، وهنا الإجابة النهائية. هنا بقى هقول له يحلها عن طريق بايثون كود solve the next problem using Python code، واديله المسألة. ممكن طبعا اقول له شوية خطوات برضو، بس انا هقول له دايركت المسألة على طول. تعالى ناخد المسألة. ناخد ده كوبي نحطه هنا برضو. جميل جدا. هنا البايثون كود ممكن اخده كوبي واعمل له ران. هنا نفس الكلام، وقال لي برضو الحل. يبقى انا خليته يحلها mathematically او analytically، وخليته يحلها كمان باي كود. من الحاجات الظريفة اللي ممكن اقولها له عشان برضو هو يعرف هو هيعمل ايه، تعالى ناخد كده نفس البرومبت اللي هي دي، واقول له صراحة كده اكتب ايه هي النظريات او الثيرمز الريليتد للمسألة دي. بعد ما تعمل classification والجيفنز list any relevant theorems، وبعد كده حل المسألة.
هنا قال لي هستخدم Pythagorean theorem. في كمان عندي هيرونز فورمولا عشان نحل المسألة. انت كده كل مرة بتخليه يحط طريق واضح عشان ما يتلخبطش. هنا نفس الكلام. فين هنا؟ هنا برضو قال لي نفس ايه الكلام. هستخدم نظرية فيثاغورس او Pythagorean theorem. ملاحظ كده ان السولوشن بقى مرتب ومهندم وكل حاجة فيه واضحة، وتقدر كمان تاكستراكت اكتر من حاجة ريليت للمسألة دي. يعني انت ممكن تعمل بارس للحل ده وتطلع منه الكلاسيفيكيشن، تطلع منه الثيرمز مثلا، وهكذا. من الحاجات الظريفة برضو ان انت ممكن تقول له explain for a 12-year-old the next problem، واديله المسألة. ابتدى يكتبها بطريقة مرتبة اكتر عشان يفهم واحد عنده 12 سنة. طبعا تشات جي بي تي منظم اكتر، يكون شاطر، بس يعني ايه، يمكن الدنيا مزنقة شوية. هنا الدنيا مش واضحة قوي، لكن تشات جي بي تي الدنيا واضحة اكتر. تعال نقول له مثلا لسن مثلا 6 سنين. هل الرد هيختلف؟ imagine يبتدي يكلمه بطريقة بسيطة. ماشي، تخيل مثلا عندك تريانجل مثلا زي سلايس البيتزا، ويشرح له بطريقة مبسطة لغاية ما يوصل للحل. من الحاجات الظريفة اللي ممكن أقولها له كمان، عشان دي مسألة هندسية: sketch in ASCII code the next problem. واديله المسألة. مش عارف كون هيعملها ولا لأ، بس تعالى كده نحطها له برضو. هنا رسمها تقريبية. حاول يرسمها، ما رسمهاش قوي. تعال نقول له قبليها try to visualize the next problem, then sketch in ASCII code visualize. هنا رسمها بطريقة أحسن من كده. ABC. ده شيء كويس. تعالى بقى نشوف مسألة صعبة شوية. دي 10 مسائل كانت جت في مسابقة في موقع كاجل. تعالى ناخد مثلا المسألة دي. المسألة دي برضو جيومتري، والحل بتاعها 180. الأول هقول له على طول المسألة، وهنا نفس الكلام. هنا فاكر أنا قلت له إيه قبل كده، فبيعمل understand، بعد كده rephrase. دي المسألة الأصلية.
انا ايه المعطيات عندي، بيحاول يفهم، والجول بتاعي ايه. بعد كده ريفريز، كلاسيفاي، يكتب الجيفنز، ايه هي الثيوريمز المرتبطة بالمسألة، هعمل ايه بالظبط، ودي البلان اللي هيمشي عليها لغاية ما يحل المسألة وحلها غلط في الآخر. طبعا عشان المسائل دي المسائل صعبة مش سهلة، فلازم تقول له أكتر مرة وتبتدي بقى تشوف إجابات وإيه الإجابة اللي اتكررت أكتر من مرة. هنا نفس الكلام، ابتدى برضو يحل المسألة بس ما اتبعش الخطوات لأن أنا مقلتلوش. فتعالى هنا نقول له بس يمشي ويعمل كلاسيفيكيشن وهكذا. هناخد دي كده ونديله بس المسألة اللي هي دي. يمشي بقى بالخطوات اللي قلت له عليها. خلي بالكم المسائل الصعبة مفيش جارانتي إن الموديل يحلها من أول مرة، وبيبقى فيه طرق معينة بقى عشان تخليه يوصل للحل الصحيح، عشان كده بيعملوا المسابقات دي. بس انت بتحاول بقدر الامكان تخليه او تعمل له جايد عشان يفكر بطريقة منظمة. ما حلهاش مظبوط، هي من المسائل الصعبة مش سهلة. ديب سيك بيحلها على طول صح. تعال نجرب جيما 3، هو بياخد وقت بس موضوع يستحق نجرب. هاخدها كوبي. هنا بيكتب الفورمولا المرتبطة بالمسألة عشان يحلها، برضه حلها ب80. ده برضه يعلمك حتى موديل شاطر زي تشات جي بي تي 4 او مش كل المسائل بيحلها مظبوط، وخصوصا المسائل المعقدة شوية. هنا جيما بيحاول يحل المسألة، بيمشي برضه بنفس الخطوات، ويا ريت يحلها صح. ما حلهاش مظبوط للأسف. هنا ديب سيك، بس ده طبعا كوانتايزد، هجربه واشوف كده، ودي هتكون آخر حاجة. نديله نفس المسألة. طبعا الجهاز بيسخن جدا. آه، ديب سيك بقى مش بيسمع الكلام، مش بيقاس بقى وكده إلا عن طريق السيستم برومبت، دي قصة تانية يعني، فمش مشكلة هنسيبه برضه يحل. أجمل حاجة إنه بيتكلم نفسه but I'm not sure مثلا، ويبتدي يفكر تاني في اللي حله، ويمشي مثلا بأبروتش مختلف.
جميل. هنا بيقول wait that's interesting. في ملحوظة لاحظها وابتدي يبني عليها الحل. طبعا ممكن يقعد سنة يحل في المسألة، وفي طرق عشان تخليه يحلها بطريقة مختصرة عن كده، بس يعني مش وقتها دلوقتي. حلها صح في الآخر، حلها 180، وده الحل المظبوط، وده فعلا الحل الموجود هنا 180. ايه بقى في الفيديو ده احنا شفنا اكتر من حاجة، ازاي اكتب اكتر من برومبت عشان الموديل يحل المسألة، ان كمان مش كل الموديلز بتحل مظبوط. مسائل السهلة ممكن معظم الموديلز تتفق عليها، لكن في مسائل صعبة ومحتاجة تفكير ومحتاجة الواحد يراجع نفسه زي ديب سيك، وهو ممتاز جدا في الحتة دي، وفي الاخر حلها مظبوط 180. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.